احلى فراخ دي ولا ايه؟ احلى اكله دي ولا ايه؟ بقى فرن ولا شوايه ولا اي حاجه، على البوتاجاز من فوق، وهتعملي احلى اكله، المنجز السريع. بجد الاكله دي من الاكلات المنجز السريع يا جماعه. شايفين بقى ما شاء الله الشكل والجمال بيتكلم عن نفسه، يعني الشكل بيتكلم عن نفسه بجد. شايفين الوصفه جميله ازاي؟ هنا بقى طبعا كنت عملت بوله بتاعه رز، وحطيت في كل طبق المنابات في الطباق عشان تسهل عليا عمليه التقديم، وفي نفس الوقت افضي الصينيه عشان اعرف انزل منها البطاطس. اظن لحد كده سهله. بنغرف الطباق. طيب بعد ما غرفنا الطباق ووزعنا الفراخ على كل الطباق، هعمل ايه؟ هنزل بقى بكل المقدار بتاع البطاطس ده في السرفيس، عشان يبقى في طريقه التقديم شكلها شيك وحلوه، وكمان كل اللي قاعد على الاكل يطول. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الاكله جوسي بجد وتحفه. تعالوا بقى اقول لكم الاكله بتتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مره يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس، واضغطوا لايك عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا ريت بقى دعم مستمر يا جماعه، عشان اقدر اعمل لكم وصفات كتير حلوه. انا هنا هعمل لكم وصفه المنجز السريع. لو انتي بتشتغلي وجايه من شغلك تعبانه وعايزه تعملي اكله حلوه وفي نفس الوقت مش قادره تقفي، جايلك ضيف على غفلة وعايزة تعملي أكلة حلوة تشرفك قدام ضيفك أو قدام ضيوفك، وفي نفس الوقت ما تقفيش كتير في المطبخ، يبقى هي دي أكلة أنا بسميها أكلة المنجز السريع. المنجز السريع دي وصفاتها سهلة جدا، مقاديرها قصدي سهلة جدا. هي معاكي فرخة هتقطعيها 8، معاكي نص كيلو بصل، هي بصلها كتير شوية بس مش مهم، مجتش من أكلة. بس بجد البصل ده بيدي طعم حلو جدا. عارفة مش هتسيبي منه أي حاجة، هتاكلوه كده بالعيش. معايا طبعا كيلو بطاطس او على حسب مقدار ما انتوا عاوزين، مقطعاه مكعبات كبيره. ومعايا فلفل ومعايا توابل. مفيش اسهل من كده، اسهل من كده مفيش. انا هنا نزلت بالبصل في الصينيه، وكل حاجه في صينيه واحده. نزلت بالبصله في الصينيه، حطيت عليها حبه ملح صغيرين. ونزلت بكل التوابل اللي انا قلت لكم عليها: ملح، فلفل، كمون، كزبره، بهارات، اي توابل انت بتحبي طعمها، ورق لورا. كل التوابل اللي انت بتحبي طعمها انزلي بيها على البصل وقلبيها. عندك اي دهون حيوانية عايزة تحطيها حطيها، ما انتش عايزة خلاص. هنا هننزل بالفلفل برضو، كله. بس انا نزلت بالتوابل مع البصل الاول، لازم البصل يتطعم ويتبهر كويس عشان هو اللي هيدي طعمه كله للخضار. فانا هنا سويت البصلة في الصينية. هنزل بالفراخ. الفراخ هي اللي هتبقى فوق البصل على طول. هرص الفراخ زي ما انت طبعا الكمية اللي انت عاوزاها. انا طبعا غسلها كويس جدا وشايله الحته الكيلو ديت، اللي طبعا كل الناس بتقول عليها كبده، ودي مش كبده يا جماعه، دي الكلى بتاعه الفرخه، ودي مش مستحبه خالص. فانا شايلاها. هنزل بقى بالفراخ كلها، هرصها كده الرصه الحلوه دي، بحيث ان هي تبقى مغطيه البصل كله. ليه بقى نزلت بالفراخ الاول؟ لان الفراخ السوا بتاعها غير البطاطس، يعني هي هتستوي سوا اكتر من البطاطس، فلازم هي اللي تبقى قريبه من النار عشان يبقى السوا بتاعهم واحد. هنرص الفراخ فوق البصل. هخلص بقى رص الفراخ كلها كده بنفس الطريقة فوق الصينية. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ اظن الفرخة لما اتقطعت 8 ادت منابات كتير، والفرخة دي ما شاء الله كانت 2 كيلو، يعني مش صغيرة. هوريكم ازاي هتستوي مع البطاطس، والبطاطس هتبقى برضه ماسكة نفسها مش مهرية، بجد تحفة. فانا هنا هحط معلقة زيت كده على الفراخ من فوق. مش عارفة انا ليه سايبة الاتنين دول، بس عادي ما علينا. هحطهم دلوقتي. هنزل بقى بالبطاطس هي اللي من فوق، يبقى الفراخ اللي من تحت عشان تاخد النار العالية، والبطاطس هي اللي من فوق. بعد كده بقى ساعة التسوية انا هوريكم بقى تعملوا ايه عشان تحافظوا على شكل البطاطس زي ما هو. شايفين بقى هنا ما شاء الله؟ الشكل بجد يعني تحفة، وكمان ما خدتش اي حاجة، هي حلة واحدة، مفيش اي حاجة. لا ده في حلة ولا دي في حلة ولا دي صينية ولا ده صينية ولا اي حاجة. هنا بقى كان انا عندي الصدرين دول، فانا قلت ايه، هخليهم اعمل بيهم وصفه تاني. وبعد كده رجعت في كلامي قلت انا هخلي صدر واحد وهحط الصدر التاني. فانا هنا حطيت الصدر التاني اهو. وعشان طبعا احنا العدد بتاعنا مش كبير، فكان عدد الفراخ ما شاء الله كبير، فانا ما كنتش عايزه اعملها كلها. وبعد كده قلت لا خلاص انا هعملها، وسبت صدر واحد بس منها. هنا بقى طبعا رشيت حبه فلفل اسود من فوق كده على البطاطس.
وسبتها اول ما بتغلي بالمنظر ده بتنزل ميتها، بوطي عليها البوتاجاز وبغطيها. شايفين بقى هنا ما شاء الله، شايفين بقى اللون بقى، والتوابل عملت لون كده حلو قوي مع البطاطس والفراخ. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنا الفراخ كانت يعتبر نص سوا، هحط بقى البطاطس هي اللي من تحت والفراخ هي اللي من فوق. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله، هي كانت تقريبا 3/4 سوا كمان مش نص سوا. بنفس الشكل ده نزلت البطاطس بالراحة خالص عشان ما تتهريش، وحطيت الفراخ هي اللي من فوق. وبعد كده اخلي الفراخ كلها من فوق وانزلها في الشواية تاخد لون فقط لا غير. شايفين؟ بس طبعا بعد ما خليتها خدت غلوة الاول، بعد ما خدت غلوة حطيتها تحت الشواية. شايفين بقى الشكل؟ احلى فراخ، احلى فراخ دي ولا ايه يا جماعة بجد؟ هنا ياسمين كانت عايزة تاخد حتة، لقيتها سخنة معرفتش تاخد، قلت لها اصبري يا ياسمين، ما كانتش قادرة تقاوم صراحة الريحة والشكل كان تحفة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى طبعا كنت غرفت ووريتكم بقى الغرف. اللي وصل معايا بقى الفيديو لحد دلوقتي يضغط لايك، اضغطي لايك 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 وشير يا جماعة. هنا بقى طريقة الغرف زي ما قلت لكم، في كل طبق حطيت فيه بولة رز، وحطيت المناب، وعملت طبعا سلطة والليمون مخلل والبطاطس ديت، وطبعا البطل بتاعنا العيش اساسي. عارفين كلهم سابوا الرز وكلوا بالعيش، لان بصراحة الاكلة تحفة، الفراخ والبطاطس بجد ملهاش حل. يعني جربوا الوصفة دي وهتدعولي بجد. شايفين ما شاء الله، انا حطيت في كل طبق قطعتين، بس انا اللي خدت قطعة واحدة عشان انا ما اقدرش اكل كتير عشان معدتي تعباني. هننزل بقى، شايفين بتخطف قلبي كده وهي نازله يا جماعه، بجد بتخطف قلبي. يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله بجد. شايفين جوسي كده وحلوه، وشايفين البصل بقى، شايفين كميته جميله جدا، ويعني ما بقتش باينه زي الاول ان هي كتير. البصل داب بقى مع الاكله وبقى تحفه تحفه. وطبعا انا كنت حاطه بقى قرن فلفل حراق، فكان مخليها بقى كمان كده مشطشطه كده وجميله وكده وتحفه. خليكي كده تاكلي. شايفين ياسمين عماله تقول لكم شموا الريحه شموا الريحه، بجد ريحتها كانت تحفه. ما شاء الله اللهم بارك. وادي العيش البطل بتاعنا. في احلى من كده؟ في اسرع واسهل من كده؟ اظن مفيش. ايه رايكم؟ ما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير واشتراك في القناه، ودعوه بقى كده حلوه لاهل غزه، ودعوه حلوه في كومنت. ومع الف سلامه.